الحمد لله ولي التوفيق، وبيده الهداية والتحقيق. نحمده سبحانه أن هدانا إلى أقوم طريق، ونستغفره ونعوذ به من عذاب الحريق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده أزمة الأمور والجمع والتفريق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له خير معين وصديق، لا سيما أبي بكر الصديق العتيق، وعلى التابعين بإحسان ما لاح بالنهار ضوء وبريق. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يغفر لكم ذنوبكم ويجعل لكم من كل بلاء وضيق، ويجعل لكم فرجا من كل بلاء وضيق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، حي هلا بكم مع سيرة رجل من رجال الصحابة، بل مع الرجل الأول في كل خير، مع رجل عرف ربه واتقاه وآمن به وعبد مولاه، مع رجل يخاف الله ويخشاه ويستعد ليوم لقاه، رجل لم يعهد عليه بكذب، ولم يسجد أبدا لصنم، ولم يتعامل بربا قط، رجل لم يتذوق طعاما لخمر. إنه الورع التقي النقي الحيي، صاحب القلب الرقيق والجنان الثابت، والتاجر الكريم والحازم الرحيم. إنه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، المشهور بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لا عجب أن تعرض سيرة أبي بكر، فإنه قدوة للأتقياء وأسوة للكرماء، وحياته عبرة لأهل البذل والفداء، بل هو آية في كل ميادين العطاء. ابحثوا عن فضله في كل ميدان، ستجدون له أوفر الحظ وأوسع المكان. صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 17 عاما، فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، فآمن به من ساعته، لما كان يعلم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وحسن خلقه وكرم سجاياه. وكان إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أعظم نفعا للإسلام والمسلمين، لمكانته وجده في الدعوة إلى الله. وقد أسلم بإسلامه أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأولين، وعلى رأسهم 6 من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، بارك الله فيكم. وحين وحسك حسوسنا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خطبتي هره وحين كقورني الرافضة يا هلكي كتاغيهين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولبس قارهانا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والله بذنن أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هرمود كإيه قامياش. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا لغا إماده وحكعيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. خطدا إن شاء الله وحن قادن دونا أبو بكر فضل جيسا وحكمدا تصوصعتنا إن شاء الله وحن قادن دونا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولا ريال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحكمدا أصوش ووين أهل السنة والجماعة اسكوا فقسيهين إن صحابة النبي قال لك هذا إن صحابة النبي قال لك ولي شو طبعا حق أو كم من حقوق ذا أي صحابة أي إسكليهين وهالكاس وطالله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا كاسي ولا لي الكو وإن لك هذا وإن على النعبان. النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المام حديث كبشرة صحيحة آية الإيمان حب الأنصار. علامة يا أستان وحقوق قفك إيمان كله مؤمن كأه أنصارته يا صحابة النبي إنه تشعليه. وآية النفاق بغض الأنصار. علامتنا وحقوق منافق لماذا قفكاسي إنه نعبيه هي أنصارتي أو صحابة النبي أهلي سيء قرقارتيه. وحكم إذا ولا لي الحقوق داس فضل جود إلا آمنه. وحكم إذا تفاضل كأي كلا فضل بدنيهين إنه آمنه. وحاكم إذا إن لأمانه وأمان مو يوحك لأن لقى الشيء. وحاكم إذا كو النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا أوغي أبو هاي أوبلن قاضي إن لآمنوا إن يهين أهل الجنة. كوا سجارة أنا أهل الجنة أوغسوا أرورين إن يهين سجود إن يؤمنوا. وكلا وعد الله الحسنى. لما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلهي الجنة يا خير أوغبلن قاضي. لكن صحابة أينو قرنا إن مرمرك النبي أوبلن قاضي جنة وإنه آمنا مرمركو داسي. سيدا النبي يقول يا أبوهاي وقبل قاضي جنة إني أهل جنة ويه. تطم لا وحي موديان العشرة المبشرين تمانك جنة اللي قبوا شاريون النبي عليه الصلاة والسلام وجنة مقعابي. لكن ويكبديهن تمانكاس علماء وحي قارسيان كوب يا أفرطن صحابي وصحابة النبي كم ذا أي أحاديث أي كو صحدي إن بأعيانهم مقعيدوا ذي النبي حصي عليه الصلاة والسلام إن أهل جنة كوب يا أفرطن كان سجارة أيا وحوي الله حصى وحي صحابة النبي أنت كسو هرينا وحين أمسنا إن شاء الله دمان إليهن أهل الجنة إلهي بأوبلن قاضي. وكلا وعد الله الحسنى. دمان صحابة النبي كوي هراء السابقين تا يكوي دنبضا إلهي وحوبلن قاضي الحسنى تونا قبضا وشناء. وحكم إذا ولا لي الحقوق ذوذ إن إلهي دمداف لو يديو. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مؤمنين تو يضدك إلهي سبحانه وتعالى وخيرك وناك ربي سي إيمان دونا وقوة أرم دونا ربنا اغفر لنا إلهي وأنك نودم داف ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا لدى يدي إيمانك إيا خيرك النوغه الرئي وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقوه الرئي المهاجرين أنصار إلهي ودم داف مركايني دم داف إلهي لو يديا وحق كم إذا حقوقه. ولأجل هذا بإمامك لورنشر الإمام مالك ابن أنس وحوري فايقا وحي قالوا لغدعو قالوا أي كعررتو فايقا حولها لا إلهه إلهي وكقور رمي هذا سورة الحشر رافضه شقاكم لها وحبال لك السين ما يرافضه ويسوق ما سوق ذقلي آيات يسوق ما أرنايو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
waayo mar hadday gaalaysiinayaan saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dee ma aha kuwa ilaahay ka warramay ee iman doona ee u ducayn doona saxaabadii waxaa kaloo ka mid a walaalayaal xuquuqda saxaabada ay nagu leeyihiin wixii ay ku khaldameen bani aadam bay ahaayeen in laga aamuso waxaa ka mid a waxay isku qabsadeen in aynanu dhex gelin sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa dukira asxaabii faamsikuu saxaabadayda haddii lasoo qaado ka af haysta ka af xidha ka aamusa ka gaabsada ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid a walaalayaal xuquuqdooda cidda nacda ee nacayb iyo cadaawad waxa u muujisata saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam in la naco oo ilaahay dartii loo naco alxubu fi llaahi waalbugdu fi llaah ilaahay dartii in wax loo jeclaado ilaahay dartiina wax loo nacaa waxay ka mid tahay iimaanka walaalayaal waxa ugu dambeeya xuquuqdaas in wadadoodii iyo dariiqadoodii wadiiqadoodii iyo waddadii ay mareen iyo ilaahay siday u caabudeen inaynu u caabudno wadadoodii aan laga leexleexan laga beerbeerin facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin ayaa nabigeenu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam walaalayaal saxaabada nebigu iyagoo sharafta iyo karaamada dhammaantood ay mutaystaan ayaa waxaa ka sii xag jira abubakar iyo cumar radia allahu canhuma waardaahuma waxaa ka ansaxday alimaam malik ibnu anas in uu yidhi kaana asalafu يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن وحي أهايا دتكي وناكسنا سلفكي أن سوغاري بوري إمام مالك بن أنس إمام كهجاميها مذهب كفقه المذهب المالكي لا إله هذا هجاميه سو وكم إذا علماء وويناء سلفك وحاول انتي بقول يا سغالي تدباتن كي هجرية دا وحاولي وحي أهايا دتكي وناكسنا أن سوغارني iyagoo ubadkooda bara jacaylka abubakar iyo cumar siday u baraan suuradda qur'aanka ka mid ah sida faatixada ubadka loo baro ee loo laqimo loogu laqimo aayad aayad ayaa ay u laqimi jireen ubadkooda jacaylka la jeclaanaya abubakar iyo cumar radia allahu canhuma ardaahuma walaalayaal fadliga abubakar asidiiq radia allahu canhu ardaah waa fadli aad iyo aad iyo aad u ballaaran waxaynu soo koobi karno ma aha 5 qodob baan dul istaagi doonaa ama 5 fadli oo uu leeyahay abubakar radia allahu canhu ardaah fadliga koobaad walaalayaal waa saxaabiga keliya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu ku sugay inuu saaxiib leeyahay nebiga sala allahu calayh waalihi wasaxbihi wasalam saxaabadu iyagoo nebiga la wada saaxiibay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam arday u wada ahaa haddana si gaara abubakar oo keliya waxa u soo aroortay inuu saaxiib la ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هداد أقرقاري وإذا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بأقرقاري مركي قالوا أي سارين النبي عليه الصلاة والسلام إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يقول الله بقى والنبي عليه الصلاة والسلام لأبو بكر إذ هما في الغار وقتك قدك أي كتشري غار ثور أي إلهي أقرقار إذ يقول لصاحبه مر النبي عليه الصلاة والسلام ساحبك وأبو بكر وكلها لا تحزن أبقن النحن أبو بكر وأتكيسو إن الله معنا إلهي بمعنا إلهي بلشركنا وصحابك كلي إذ يقول لصاحبه لو قرأ صاحبتي نمد النبي قال صاحبك عليه الصلاة والسلام آيات داسنا علماء ويكون كلن سين ويسكوا فقسين كود السني أهي كود الشيعي أهبا إذ يقول لصاحبه إن لو جد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لكن كود السني وحي كليه آيات وحي كتب سنة فضل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أما الرافضة كتبته وحي كقرطي ها ويجرت أبو بكر إنه راعي لكن ما يدينش أنا صابته الراعي طلب محور راعي نبي وحي ولا صاحب ونبي صاحب أو قدكتي وحي وقانين كان إنه يهين إنكار قبأه مركا دقرت النبي عليه الصلاة والسلام ودكريي ayuu nabigu islaha ninkan yaanu ku gudbin oo munaafiq uu hoosta ka ahaa kutubtooda ku taala waxaan qarinayno ma kutubtooda ku qoranta Abu Bakar munaafiq buu ahaa munaafiqnimadii baa markaa wax weyn nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu damcay si aanu isagoo Makka jooga aanu nabiga sirtiisa u gudbin nabigu inuu ka haysto kutubtooda ku qoranta wadadaan ilaahay ka baqanayn subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala Abu Bakar oo sidaa u sharfay sida ilaahay subhanahu wa ta'ala u maamusay والرفيق يا صاحبك النبي عليه الصلاة والسلام لقد دقي قرآن كدحديسة أي كل منافق بوها سؤال شيء سويدين تلا وحيتها ما كمر كل النبي قد عليه الصلاة والسلام وح نفاق لإله هذا مجربة
maxaa keena qofku inuu munaafiq gaalnimo qofku inuu qarsado islaamnimana qofku uu muujisto baqdin baa keentay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu joogay awoodiisu nabiga may badnayn calayhi salaatu wasalaam atbaacda nabiga raacsan may badnayn sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasallam wax keenaya in nifaaqnimo oo qofku uu muujisto islaamnimo hoostana uu gaalnimo qofku ku qarsada mabay jirinba abu bakr radiyallahu anhu ardaa in la yidhaahdo ilaa heerkaasu nabiga ka baqaya calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu muujisanayay islaamnimo si aan loo dhibin hoostana wuxuu qarsanayay gaalnimo maxaa ku kalifaya waxa ku kalifi waa maxay abu bakr radiyallahu anhu ardaa in nifaaqnimada uu qarsado walaajli hada qur'aanka oo dhan marka la isku daro suwarka maka ku soo degay dhammaan nifaaqa qur'aanka dhexdiisa lagaga warramay waxay ku soo degeen fi suwar almadaniya suuradaha madiina ku soo degay waayo nifaaqa iyo munaafiqiintu waxa la helay waqtigu nabigu madiina joogay calayhi salaatu wasalaam suurad kaliya oo maka ku soo degtay oo munaafiqiin ilaahay uu ku dhex sheegay hal aayad baa jirta walaa yaclamanna allahu aladiina aamanuu walaa yaclamanna almunaafiqiin fi suurati alcankabuut halkaa aayadan culimadu waxay isku hayaan ma makay ku soo degtay mise madiinay ku soo degtay ama aayaadka kale ee nifaaqa ku soo arooray oo dhan culimadu waxay isla ogol yihiin inay ku soo degtay madiina waayo nifaaqa halkaas ayaa laga helay maka wax munaafiq leeyahay ma jiro dadku muslim bay ahayn ama gaalown walaalayaal fadliga labaad ee ka mid ah fadaaisha abu bakr radiyallahu anhu ardaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay inna min amani nnaasi calaya dadka waxa igu gallad badan fii suxbatihi saaxiibtinimadiisa wa maalihi iyo xoolihiisa abaa bakrin inna min amani nnaasi calaya dadka waxa igu gallad badan saaxiibtinimadiisa iyo xoolihiisa abu bakr baa nabigu yuri sala allahu calayhi wasalam walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan ummadayda haddaan cid ka samaysan lahaa saaxiib aan aad u jecelahay oo saaxiib hoosaad ii ah latakhadtu abaa bakrin khaliila abu bakr baan ka dhigan lahaa khaliil laakiin ilaahay baa iga dhigtay khaliil ayaa nabigu yuri sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nabigu kusii daray calayhi salaatu wasalaam laa tabqayanna aw laa yabqayanna fi lmasjidi baabun ilaa baaba abi bakrin albaabada masaajidka saxaabadu waxay sameeyeen ridwaan ullahi calayhim saxaabi kastaba gurigiisii albaabkii meeshii kaga beegay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka furtay albaab yar si uu markuu gurigiisa ka soo baxo markiiba masjidka uu soo galo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albaabadaasoo dhan alla xidho ilaa albaabka abu bakr ka soo gelaya mooyaane kaasoo keliya furnaanaya idan masjidku waxa uu lahaa albaabka nabigu ka soo gelaya calayhi salaatu wasalaam iyo albaabka u gaarka ah ee uu ka soo gelaya abu bakr radiyallahu anhu ardaa dabcan albaab kalaa jiro baabu nisaa la odhan jiray oo ilaa hadda baabu nisaa loo yaqaano dumarkuna ay ka geli jireen saddex fadli ayuuna xadiiskan keliya nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka waxa igu gallad badan xoolihiisa iyo saaxiibtinimadiisa waa abu bakr baa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam haddaan cid ka dhigan lahaa saaxiib aan aad u jecelahay abu bakr baan ka dhigan lahaa ayaa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam laakiin ilahay baa iga dhigtay saaxiib haddii albaabada masaajidka loo furtay oo dhanna alla wada xidha baa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam albaabka abu bakr uu ka soo gelaya mooyaane waa saddex fadli oo weliba ah khasaa'is liabi bakr waxyaalaha cajiibka uu tilmaamay shaykhulislaam raxmat ullahi caleyh raxmatan waasica fadaaisha abu bakr ilaahay uu siiyey waa khasaa'isu laa yashrakuhaa hayruh waa waxyaale uu la gaar yahay oo weliba cid kale aanay la wadaagin baynama fadaaisha cumar bn khadaab fadaa'il cuthmaan ibn cafaan fadaa'il cali bn abi aalib ridwaan ullahi calayhim fadli aad iyo aad weyn bay leeyihiin saynu tilmaami doonno insha allah khudabka soo socda laakiin waa fadaa'il mushtarak ah oo saxaabada kale ay la wadaagto laakiin fadaaisha cumar waa khasaa'is isaguu la gaar yahay oo cid kaloo ummadda soo raacda oo wehelisaa aanay jirin saddexdaas hadda ay ka mid yihiin qodobka saddexaad waxaa kaloo walaalayaal aynu kala baxaynaa ama fadaaisha ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu aad iyo aad iyo aad u jeclaa abu bakr waxaa dhacday qiso aad iyo aad u layaa badan waxaa isqabtay maadaama ay yihiin bashar bani aadam ah oo isku dhici kara abu bakr iyo cumar weliba waxaa gardarnaa sida xadiisku tilmaamayo abu bakr oo cumar ayaa waxweeye laga lahaa cumar ayaa waxweeye garta lahaa waxaa dhacday abu bakr baa wuxuu ku qaldamay cumar radia allahu canhu ardaa markii dambe uu doonay abu bakr inuu cafis iyo musaamaxo uu ka codsado cumar bn khadaab wuxuu yihi walaalow cafi cumar bn khadaab wuxuu yihi ku cafin maayo wuu iska tego gurigiisii buu qabtay abu bakr wuu ka daba tegey gurigii buu ku garaac uu ugu tegey ma joogaa cumar maya ma jooga baa leehi wuu soo noqday abu bakr nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah waxa xasala baynii wa bayna ibni alkhaaabi shayun aniga iyo cumar bn khadaab waxbaanu isku qaban wa kuntu adlam anaana qaldanaa buu odhanaya abu bakr icafi baan ku uri wuu ii diiday rasuulka ilaahay
يقول اسكوا فدي أي هلك وحكى سوق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر وحن إيجي يا وجه النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحن أقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا ولي بعدة حالة قريسة ورنيس رسول كلا أنا قلدمي وأبو بكر ما هو عمر بن الخطاب مركو فريستي أيا وحور يا رسول الله وحن اسكت عني أبو بكر أيا اسكت عني مركز أبو بكر سوبودي مركز والله كنت أظلم رسولك إلهي وأنا دلمي والله كنت أظلم نبي صلى الله عليه وسلم أنتو أيا عمر أيا وحوري هل أنتم تاركوا لي صاحبي ورما يدين إنسان صاحبك ورما يدين إنسان أبو بكر أيا نبي يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مركز يا رسول الله أنا كنت أظلم ذنبي ما لها يسمى أنا كنت ذنبي مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحصوا حصوصته مركي ما كل شوقي مركز وحور عمر مركز خير كي دعوة يدين شيء قلتم كذبت وحد قلت هذا النبي محمد وبين بات شكت وقال أبو بكر صدقت أبو بكر نوح يقول رم بات شكت سبحان الله قلتم كذبت وحد قلت هذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام بين بات شكت محمد وقال أبو بكر صدقت هل كسل بحي أبو بكر الصديق أبو بكر كالرومين تبضنا ليلة الإسراء والمعراج مركز عليه النبي قال للمي عليه الصلاة والسلام وحلو شيء أبو بكر مين دكتور مالي صاحبك وحش شكتي حلي ومحوش شكت وحوري حلي وحلي قد للمي هل كانوا حن قبتي بيت المقدس وهل كان كسوت كذا وهل كان مركز وحور أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إن كان قال فقد صدق ما تشرتون إذا كو حد يقول بيسانون إني أفكس أي كسب بحضي هدوكو هذلي أو يري ولا يدلمي وبيت المقدس بان قاري فقد صدق رب شيء waayo warku cirka ka keenaya baa rumaysta maxaan rumaysan inuu dhaado waxa ka soo noqday magaalo hebel iyo magaalo hebel baan ka soo noqday maxaan rumaysan waay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda iimaanka qalbigiisa ku jira waxaanu suuraysan karno ma walaalayaal qodobka afraad Abu Bakr radiyallahu anhu warda jacayl buuxa oo dhameystiran buu Nabi Maxamed u hayay sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam waxaynu kala baxaynaa jacaylkaas mawaaqif kala duwan oo fara badan مثلا يوم الحديبية markii saxaabada qaarkood أيعين وحويان أما تصالحان أي دريمين يعني هوشوا إن أذكتي النبي بيعاد وقهدي جري أيا وحلوين أبو بكر مركز سألين هل فرضتم من صاحبكم صاحب كلمة كعرتين مركز سوحوا أبو بكر سوى عريسا كيف نفر وندعوه سي صورة كالوتة أنا قلنا إننا عررنا كلينا إننا هلكا كتكنا بعد إكرامه شعائلك وشعلابه إن تسنى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حديث كي هجرة ده النبي عليه الصلاة والسلام وضد إنه يصور مرين يسقي أبو بكر وحكت شري وقت هذا كم ده النبي عليه الصلاة والسلام وعانا أصو وحويان أوصل لسي نبو تجي وحويان يعني أروى مركزا أنتوا حسيب وكوري كان وحويان عانا نبي كان عليه الصلاة والسلام وحوري فشرب صلى الله عليه وسلم نبي عانيه وعبي حتى رضيت إلى أن تنكر للنقني إلى أن تنكفر حيي نبي عانيه وعبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلت لنا شعائلك نبي وقبه يسوق قاعدشونا وهالراتسن النبي عليه الصلاة والسلام ودرجنايو وحكى له ولا ليا كسبان شعائلك النبي عليه الصلاة والسلام شعائلك النبي وشعيل هيبة صحابي قالوا نشري عمرو بن العاص أي النبي وحو أدري مال بأدري والنبي وقدر عليه الصلاة والسلام عيدا أي النبي مضح وقدر عمرو بن العاص مركو كهلي سيد النبي وسود وهنيو أي وحي يصير طلب ما هذا يقول النبي تدك كوجت شعيل هيبة تدك النبي وشعيل هيبة طلب هذا أبوه الرئي مركز يصير بالكل النبي عليه الصلاة والسلام مركز يا رسول الله من أحب الناس إليك تضيع وجه عشة النبي عليه الصلاة والسلام وحول عائشة رضي الله عنها وارضاها مركز يصير طلب ملا النبي حق الضمرك أيوم لا أفهم سؤال شادون يتهيب الحق الرجع ومن الرجال حق الرجع الرسول كلا ويا وجه عشة وحسوا دوني يسوي أما يسكوا دي سيدنا الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان كوجه عله هوش أنا كان كوجه ربع كم رخاتي وكم رجع مركز النبي وحول عليه الصلاة والسلام حق الرقمية أبوها بهد بن وجعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الكاس النبي وكجاري عليه الصلاة والسلام فضل قدام بي ولا لي عليه يقول استاجد دونه وككوس حبسن كمال نفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر نبي أنتو أقبتي صحابك ولا أقبتي مجيء حديث كانوا هذا الشيء جني تضوح يقول قلت بدن النبي يقول عليه الصلاة والسلام حوليه يصاحب تنمدي سبا وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه النبي محو تريجري أمود النبي عليه الصلاة والسلام إنه عنت سينجري أمود النبي إنه در سينجري إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أمضباهن والنبي أموباهن أمض أردنبا خلق أردن إلهي سبحانه وتعالى وككافي
laakiin nabiga wuxuu u qaban jiray waxay ahayd dacwadda nabigu uu wado calayhi salaatu wasalaam inuu ku taageero oo xoolihiisa uu ku bixiyo tusaale masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee hadda masjidu rasuul sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam reer banu najaar ayaa lahaan jiray yaa iibisaday markii ugu horreysay ee waqfay abubakar radiallahu canhu ardaa cid kastoo maanta ku tukata masjidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ajar looga qorayaa abubakar radiallahu canhu ardaa waayo asalka dhulka waqafka cidda bixisay ee lacagtiisa u hortay abubakar buu ah radiallahu canhu ardaa waxaa kaloo ka mid ah dacwaddan wuxuu gashtay 8 nin oo ka mid ah saxaabada nabiga ee fudalada ah ee fadliga badan oo ugu horeeyo muadinkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam bilaal radiyallahu anhu arda ayuu xoreeyay oo lacagtiisa uu ku xoreeyay oo 8 daba isagu lacag uu ka bixiyay si xor ay u noqdaan marka nafci dacawiya oo diinta uu gashtay bay ahayd laakiin nafcigaasi muu ahayn wax nabiga calayhi salaatu wasalaam u gaara sida nabigu wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo iyo inuu nabiga biilin jiray oo biilkiisa waxa weeye nabigu ku bixin jiray qodobkaasi sidaas ma aha laakiin wuxuu bixin jiray waxay ahayd dacwadda iyo waxa weeye khayrka wax u taraya maalinku soo islaamay 40,000 oo dirham ayuu la soo islaamay abubakar radiyallahu anhu arda sidoo tilmaamay urwat ibn zubayr 40,000 dirham dhammaanteedna wuxuu ku bixiyay fi sabiilillah iyo in waxa weeyaan islaamka iyo waxa weeyaan lagu shaqeeyo walaalayaal abubakar radiyallahu anhu arda wasiirka nabigeena weeyaan sallallahu alayhi wasallam abubakar waa ninka ugu horeeyo saxaabada nabiga oo dhan marka la isku wada daro waa ninku nabigu ummadda oo dhan ugu jeclaa qofka duraya ee kaa wax ka sheegaya nabi maxamed buu durayaa sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارض عن تابعيهم يا ذا الجلال والإكرام وعنا معهم بعفوك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لإخواننا في السودان نصيرا ووليا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج كربة إخواننا في السودان اللهم فرج كربتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج كربتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لهم معينا ونصيرا ووليا وظهيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلداننا اللهم اجعل بلادنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا وأقم الصلاة